السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعه دينا، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه المصريه المشهوره. طبعا احنا عندنا مثل شعبي مشهور جدا وهو قاضي العيال احتار فيهم. بس هي اصل الحكايه مش هي اصل المثل مش كده. هي اصل المثل قاضي العيال شنق حاله او شنق نفسه. خليكم معايا لاخر فيديو عشان نعرف ايه اصل الحكايه. اصل الحكايه قاضي العيال احتار فيهم او قاضي العيال شنق حاله. بس هي دي يعني ده اصل المثل. ان كان زمان السلاطين طبعا كان بيتجوزوا كتير، وطبعا هما كانوا بيتجوزوا كتير فكانوا بيخلفوا كتير، فكان العيال ما كانوا بيلعبوا مع بعض في الجنينه فكانوا بيعملوا مشاكل مع بعض. فكان طبعا زوجات الملك كان بيتدخلوا في مشاكل العيال ويمسكوا في خناق بعض بقى، والزوجات يمسكوا في خناق بعض بسبب العيال. طبعا الملك ساب بقى مصالح الدوله وبدا ان هو يحل مشاكل بقى عيال وزوجاته بسبب طبعا زوجاته ماسكين في بعض بسبب العيال. بسبب كده ساب بقى مصالح الدوله. فجي احد الرجال للملك قال له: يا ملك انت سايب مصالح الدوله لما خليت قاضي القضاه يتحكم فينا. فالملك قال له: عمل ايه؟ قال ان هو شنق 3 رجال في يوم واحد. فالملك اتخض قال: ايه شنق 3 رجاله في يوم واحد؟ لا هاتوه. فجه قاضي القضاه قدام الملك قال له: هو انت شنقت ليه 3 رجاله؟ فالقاضي القضاه قال له: علشان الراجل الاولاني اللي انا شنقته ان هو قتل ابوه. قال له: تمام، دي عداله ربنا اللي هو الملك. فقال له: طب انت شنقت التاني ليه بقى؟ قال له: علشان الراجل التاني كان ماشي جنب الراجل اللي بتشينه وقال الله يرحمه. فطبعا هو كده اللي بيقول الله يرحمه كده بيشكك في عداله ربنا، فانا طبعا شنقته. فراح الملك قال له: تمام، طبعا ما يشككش في عداله ربنا. طب التالت شنقته ليه؟ قال له: علشان خاطر جه يحكي للناس على الراجل التاني ان هو قال للاولاني الله يرحمه، عشان كده انا شنقته. فقال له: تمام، وما ينفعش ان هو يقول كده. فصح ان انت ايه شنقته. بقول لك ايه، انت ذكي. انا بما اني مشغول عن الدوله، فانا عايزاك انت بقى تمسك لي بقى قضيه اولادي وتحكم ما بينهم، عشان انا مش فاضلهم ومش فاضي لمشاكلهم. فالقاضي قال: تمام. لكن بقى المشكله بقى هنا ان ما عداش اليوم والقاضي لقوه شانق نفسه تحت شجره. فعشان كده محدش يتدخل ما بين العيال، لان العيال كده كده بيصالحوا بعض في الاخر. بس كده.